القلب يا اخوان، يقول ابن القيم عنه: إن بالقلب فراغ ما يملاه إلا ذكر الله. وأسعد القلوب، خذها قاعدة بعقل تطبق، لا تسمع بس. أسعد قلب ملء بالقرآن، وأتعس قلب عاشق الحب، وخاصة حب المردان والمرعاوي بالعربي الفصيح. أباك تسمع الكلام ترسل للشباب. يقول ابن القيم: من تعلق بالمردان سقط من عين الله. قسم بجلال الله أعرف شاب في أحد المناطق حب شاب، وبعض الشباب طابين فيها: حبني وحبك. حب وضمضمة، يا الله وين الرجولة يا أخي؟ إذا راح الدين وين الرجولة؟ كيف يسقط من عين الله؟ حب وزحموا مع بعض ولبسنا سوا ونطلع سوا وضمضموا وشفشفوا وخرابيط. معاه هالحب ذا يا اخوان. والله لنا اكثر من 8 سنوات نعالج هالقضايا. قسم بالله العظيم ان نهايته اذا ما تاب ان نهايته معروفه. قسم بالله نهايته تنزل الراس، يا خطف يا قتل يا انتحار، الا نعم او سوء خاتم المصيبه. والله العظيم هذا الشاب مثل ما قال ابو حنان سوى الخاتم يشوف كيف. حب الشوق تعلق يا قلبي، طيب له نهايه. ليش تتعلق بشيء سراب بيروح منك؟ ليش تعطي قلبك غيرك؟ ليش قلبي يصير اسير قد غيرك؟ معاه اخر شيء يا اخوان، سحب عليه سيفون البرع ذا. قلب وجهك يا الله، ايش قال قلب وجهك؟ وراح دولة بعد ثاني يركب مع واحد مع ربع. انا الوالد الحق سيارات رايح جاي، الشباب من سيارة لسيارة معاه وركب. جاء الخبر الخوينة العاشق، والله يا اخواني ولد طيب، لكن خطوات الشيطان تعلق ماما ناظرة شيء لما تعلق منه. والحب يا اخوان قد يقتل. والله يا اخواني قام يعبي، يقول قدام اخويا عبي مسدس، يقول اخويا ما احنا متوقعين، حط مسدس بجيبه ويمشي يدوله. لقى ابو فيه وقدام الناس دخل قال: انت تبيني ولا تبي فلان؟ شوف وين العقول والله. تبيني ولا تبي فلان؟ شوف انتكاسة الفطرة. وين عن حديث ابن عباس؟ يقول ابن عباس: من مات ويفعل اللواط ولم يتب يمسك في قبر خنزير، يتحول قبر خنزير. جاء من حديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وثقات من حديث ابو هريره: لعن الله عز وجل 7 من فوق 7 سماوات. وردد على اللوطي 3 مرات: لعن الله من عمل قوم لوط 3 مرات. ثم يجي دارنا يقول: تبيني ولا تبي فلان؟ شوف المذله، شوف الذل كيف. نسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين من هذا المرض. والله انه مرض، والله انه مرض يا شيخ اعظم من مرض السرطان، اللي مرض القلب. ذكر الله بالقران يمرض قلبك، وش يعالج؟ انت لو وجعك راسك في فتوى صح؟ لو وجعك قلبك. وننزل من القران ما هو شفاء لما في الصدور. جاء الشام: تبيني وتبي فلان؟ قال: ايش تبغى انت؟ خلاص ما بيك، ابغى فلان. بعض الناس يا اخوان الله المستعان اصبح يا شيخ المر اجل منه. لا ابي فلان، انا ابي فلان. بكره ما يكبر دار ويجيه عيال. قسم بالله يقولون اخويا قدام الناس، قال: اقول لك تبيني ولا تبي فلان؟ الولد طالع قال: لا ابي فلان. خلاص ما ابغاك يا اخي، قص صبري. قسم بجلال الله حط مسدس ورمى نفسه. قسم بالله قتل نفسه. كيف يلقى الله بكره؟ اسمع الله عز وجل شنو. اسال الله ان لا تطبق الايات على شبابه. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ
النار وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. اسمع يا الحبيب للعاشق، يسمع يا اللي ما تبي تتوب عشان فلان والمعصية فلانية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اقتديت بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ويلتى يصيح بأعلى الصوت يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب يا ربي أنا متعلق، يا ربي أنا عندي مخدرات يا ربي، طيب يا ربي أنا أخي أمي تدعي علي الليل والنهار يا ربي، يا ربي في ناس متعلقين فيني يا ربي، يا ربي أنا طفشت يا رب، أنا زهقت يا رب، يا ربي أنا معاصي ذنوب الليل يا رب، يا ربي رجعتني تقبلني يا شيخ الله، أرحم فيك من أمك. الله يناديك الليلة هل من تائب أقبله. الله يقول إني أبسط يدي بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله يقول يا ابن آدم لو وصلت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. الله أمل فرعون 40 سنة، الله أمل النمرود 400 سنة. ربنا كريم يا إخوان، أعطاك سمع وأعطاك بصر وأعطاك نعمة وأعطاك قلب، ليش نعصيه يا شباب؟ وش سوى لنا الله حتى نعصيه؟ ليش ما نركع له ونسجد له؟ ليش يا اخوان؟ انت في نعمة وغيرك في نقمة، انت تاكل غيرك جوعان، انت تشرب غيرك عطشان. ليش نعصي الله؟ ليش ما مش قصر معنا الله؟ ليش ننكر وجود الله بعد شو ينكر؟ وجود الله يا اخوان من سود المعاصي والذنوب. قبل امس راس من شاب قل الله مو موجود، قسم بالله سعودي قال الله مو موجود، تضحكون علينا انتم. كان دين ايش يا رجال؟ قام يتكلم ما نفخت عليه، انقلع يلي فيك اقلب وجهك يا فاسق يا لا مسكين ذا مريض. قل طيب ارسل اللي عندك، خلصت؟ قال لي خلصت. يا زين القرآن يا اخي، فطرة على الفطرة، كلمتين 3 رسالتين 4 تذكير شرعت له، مسكين طلع غافل. مرسل لي يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ اي والله يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ قلت الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.